اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من كايرو تيوب بنقدم فيها لحضراتكم مجموعه كبيره من الفيديوهات اللي بتكون محققه نسب مشاهده عاليه جدا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، ودايما بنبتدي بلقطات فنيه لطيفه جدا ومبهجه، والبدايه من هالة رشدي وحفلها الاخير واللي نشرت اجزاء منه كتير، وطبعا كان موجود كتير جدا من محبيها ومتابعيها. وهنبتدي معاها بمبسوطه في حياتي وأميرة ومش ناقصة قلب الدماغ. وموضوع عائلي، موضوع عائلي، المسلسل الكوميدي نشر أبطال وكواليس ليهم كتير جدا في التصوير. من الكواليس دي عزف النجم ماجد الكدواني على البيانو، عزفه بموسيقى رأفت الهجان، وكمان عزفهم وغناهم كتير جدا من أبطال المسلسل على أغاني زي الحلوة دي قامت تعجن. أنا آسف. ده أنت يا ساتر. الله يا أستاذ، الله الله الله. ومن أول ما نشروا على اليوتيوب أصبح ترند من كتر إعجاب ملايين من محبيه ليه. الترند صاحبي لحمادة هلال، والأغنية والكليب بيقول صاحبي اللي كنت أديه عينيا وأموت لو كح شوية هو أول واحد بقى. وطاقة حياة وألوان مبهجة والتنوع في استعراض راقص هندي هنستمتع فيه وبيه مع حضراتكم، وهنشوف فيه طاقة الحياة. وده الفيديو اللي هنبتدي بيه دلوقتي مع حضراتكم واللي بحقق نسب مشاهدة عالية جدا. وتشجيع الأطفال وبث الثقة فيهم في نفوسهم ده بيخليهم يعني أصحاب نفسية سوية، لما بيكبروا بيكونوا أسوياء لدرجة كبيرة جدا من كتر ما بيتم إشباعهم كمان بحب غير مشروط. عايزين إن نشوفهم متفوقين، مواهبهم تظهر ويبدعوا فيها أكتر وقدراتهم تنمى، نديهم مساحة كبيرة جدا من الحرية، نديهم مساحة إن هم ممكن يغلطوا، ممكن يعملوا الصح بدون ما نكون عليهم طول الوقت صح وغلط، طول الوقت محسسينهم ان في حد بيحاسبهم. نديهم المساحة دي والثقة الكبيرة في نفسهم وحب كبير جدا، ما بيبقاش بشروط معينة، لو عملوا كذا يبقى نحبهم، لو ما عملوش كذا يبقى ما نحبهمش، وهكذا. ده بيخليه شخص مهزوز للغاية، وكمان ما بينميش أبدا قدراته ولا الثقة في نفسه. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم مهارات كتير للأطفال واللي بالتأكيد بيوصلوا لها عن طريق بث الثقة الشديدة جدا في نفسهم.
it. Yay! I can't believe I just done that. Yes! Lasers, buddy, lasers. Boom. Oh. Time. وحبيب الملايين لغاية دلوقتي نجم البوب العالمي مايكل جاكسون، وبورتريه هنشوفه دلوقتي ليه، وهنشوف كمان الشاب اللي رسمه ازاي. خليكم معانا. يعني احنا طول الوقت مركزين معاه في الشكل والرسم
لمايكل جاكسون بالطول، ويطلع في الآخر السر كله في البورتريه اللي شفناه في النهاية. وهنشوف دلوقتي مع حضراتكم ليلة العمر، ليلة من ليالي العمر، عروسة وعريس. الليلة نفسها مش مهم تكلفتها قد ايه، ولا مهم شكلها يكون عامل ازاي، المهم فعلا هي طالعة من القلب قد ايه. هنشوف مع حضراتكم. Good dancer. I can dance. Dance together. Come on. واضح ان هم قعدوا يتدربوا شهور كتيره جدا ان هم يكونوا عاملين الماتشنج الجميل ده مع بعض، وتطلع يعني ليله عمرهم من احلى الليالي، طالعه من قلبهم، وكانوا بالتاكيد بيرقصوا على اشهر واحلى الاغنيات والموسيقات اللي هم بيحبوها. ودلوقتي هنشوف مع حضراتكم مشاهدينا عزف مقطوعه موسيقيه على الكمان، طفل بيعزفها زي المحترفين تماما. سرفايفر.
التحقق بإبداع ده في حد ذاته هدف. يعني الإنسان لما بيكون بطبيعته تماما بياخد من كل حاجة حواليه في الطبيعة وفي الكون، بياخد كل الخيرات بتقبل واستقبال وامتنان كمان لهذا الكون، وامتنان لربنا صانع وخالق هذا الكون، فبيقدر بعد كده يدي بكل انطلاقة وبكل تدفق وبكل إبداع وبكل دقة واحترافية زي اللي احنا شفناه. وعشان كده رسالتنا النهاردة مشاهدينا في حلقتنا، وهي على لسان الفنان الممثل العالمي ديزل واشنطن، بيقول إن الأحلام هتكون هباء لو ما هياش من أجل أهداف معينة. التزامك بأهداف هو ده اللي بيخليها تتحقق، بيخلي الأحلام تتحقق وما بتكونش في الهوا. وكمان ثباتك وانت يعني ورا اهدافك دي وبتتقدم خطوات ورا خطوات، الثبات ده بيخلي فعلا وصولك للهدف له نهايه، ما بيخليش الامر كده انت ماشي طول الوقت في احلامك وما بتحققهاش. الثبات والالتزام اهم حاجه في تحقيق الاحلام. Dreams without goals Come on. are just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, Discipline, come but on. more importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start, but without consistency, you'll never finish. من غير التزام عمرك ما هتبدأ في تحقيق أهدافك اللي هي بتحقق لك بالأساس أحلامك، ومن غير الثبات على تحقيق هذه الأهداف عمرك بالأساس ما هتوصل لها. والنهاردة معانا مقولة هامة جدا هتكون معانا دلوقتي على الشاشة مشاهدينا للكاتب الإنجليزي الشهير العالمي طبعا العظيم ويليام شكسبير، واللي بيقول لنا فيها: يخجلني اهتمام شخص أصنع له يوما معروفا، ويؤلمني نكران شخص أشعلت له أصابع يدي شموعا. يخجلني اهتمام شخص لم أصنع له يوما معروفا، ويؤلمني نكران شخص أشعلت له أصابع يدي شموعا. الشعور ده شعور إنساني طبيعي جدا لما الإنسان بيتعرض إن حد فعلا يخذله وينكر أي معروف اتقدم له. طبعا ده بيؤلم الإنسان جدا، وبيلتفت لما بيلاقي إن حد ما قدملوش أي حاجة ولكنه قادر على إنه يديله الاهتمام بالرغم إن هو لم يقدم له أي معروف. هو بنبقى محتارين ليه ده بيحصل، علشان ما بنكونش واضعين في دماغنا وفي إدراكنا إن الإنسان لما بيعمل حاجة المفروض ما ينتظرش بالأساس مقابلها أي شيء، لأن كده كده ربنا بيرد له اللي هو بيعمله. مش لازم عن طريق نفس الشخص، عن طريق حاجات كتيرة جدا متسخرة لنا في الكون. فالإنسان يعمل الحاجة اللي المفروض فعلا يعملها تجاه اللي بيحبهم، تجاه العمل اللي هو ملتزم بيه، تجاه حياته، أهدافه، تجاه كل حاجة هو المفروض يديها فعلا بإخلاص، وما ينتظرش مقابل. المقابل كده كده هيجيله من عند ربنا، ما يسألش عن طريق ايه، ما يسألش الأسباب ازاي، ما يسألش الوسائل اللي هتوصل له عن طريقها كل اللي هو عمله دي ازاي. فبالتالي لن يتألم من أي حد فعلا ممكن ينكر عليه اللي هو قدمه له، لأن كله موجود عند ربنا، كله بيترد. كنا نالت إعجاب حضراتكم، مستنيينكم في حلقات تانية كتير، وكايرو تيوب. باي باي.